الفيديو ده انا عاملاه للنقاش وللتوعية، مش للمجادلة او الخناق او للفتنة. ليه؟ لان حضرتك ذكرتي ان البنت ذات نفسها اعترفت او كتبت كومنت واعتذرت. هي حرة. اساسا انا مش عاجبني الفوتو سيشن بتاعها. ليه بقى؟ الحنة اللي رسمها على ايديها دي مش حنة تبعنا. الحنه اللي هي بتاعت تقولي لي في النوبه، هقول لكم ماشي يا جماعه في النوبه. بس المصريات قديما ما كانوش بيرسموا الحنه بالشكل ده على ايديهم. الحنه كان عندهم علاج، مش للزينه بالشكل ده. التراث ده موجود في الهند وبعدين انتشر في المناطق المجاوره لينا. يعني ده تراث هندي، رسمه الايه، الحنه. فتها كمان مش عاجباني، ما عجبتنيش. بس انا رديت على الحاجه اللي تخصك، اللي هو ايه، ان انتوا بتقولوا ان ده ستايل سعودي موجود في جنوب السعوديه في منطقه اسمها العسيري او العسيري، مش عارفه النطق بالظبط ايه. فانا حابه اوضح لك معلومه مهمه جدا ليكوا ولينا، لان برضو في ناس عندنا هنا يا عيني فاكرين ان كل حاجه عندنا اصلها اسلامي واصلها عربي والعالم كله بيعملها، ما يعرفوش ان دي حاجه تخصنا. زي كده حلاوه المولد كانوا فاكرين العالم كله بيعمل حلاوه المولد زينا، فاكرين انها عاده اسلاميه، ما يعرفوش انها عاده مصريه قديمه. والكحك كذلك اللي انتوا بتتخانقوا عليه وتقولوا كعك، مع ان هو في الاصل كحك، بس انتوا خدتوها كعك فبقيتوا انتوا فاكرين ان انتوا اللي صح. طبعا مش ليه كده، للناس اللي بيقولوا كعك هو اصله كحك لانها كلمه مصريه. بجانب كمان السمبوسه، السمبوسه في ناس بتقول عليها سمبوسك وناس بتقول عليها اصلها مصري. خريطه السعوديه صح؟ هنا هتلاقي منطقه العسير صح؟ مش دي اللي فيها الرداء؟ ولو انا غلط عادي صححوا لي عادي. المنطقه دي قريبه من مين؟ قريبه من البحر الاحمر، اللي هو مصر اهي فوق ووراها السودان ووراها بعد كده الصومال، اللي هي في احتمال انها تكون هي بلاد بونت، او تكون اليمن اللي تحتكوا دي هي بلاد بونت. فالمصري القديم كان واخد بحر الاحمر ده، ما اقولكيش ياس، رايح جاي جاي رايح جاي. طب ليه رايح جاي؟ علشان ياخد الحاجات من هنا او من هنا اللي بتفيده في عمليه التحنيط والممارسات الدينيه عندهم، زي اللبان والبخور وحاجات كتيره، وحاجات كتيره جدا. رحلات بلاد بونت معروفه. فانتوا حضرتك انتوا اساسا بتطلوا على نفس المكان. المصري القديم بقى ما كانش بيسكت، كان بينزل عند المنطقه دي كلها وبيشوف لو فيها خيرات ياخدها او ما ياخدهاش. من ضمنها ايه؟ من ضمنها الرسمه اللي موجوده عندكم، مش عارفه فين بالظبط، في صخره التيماء او حاجه زي كده، اسم الملك رمسيس الثالث. طب اسم الملك رمسيس الثالث راح السعوديه ليه؟ لان المصريين القدماء كانوا واخدين المنطقه دي برضو قياس، لو فيها اي مصلحه او اي حاجه كانوا بياخدوها. عشان تبقي عارفه يعني ايه مصلحه، منجم نحاس، احجار كريمه، ايا كانت ايه بياخدوها. فطبعا المنطقه دي متاثره بالحضاره المصريه القديمه. هتقولي لي لا ده احنا اللي اثرنا عليكم، هقول لك لا يا فندم، لان احنا الاقدم. الموضوع ده خلي بالك موجود عندنا في البحر الابيض المتوسط برضو، في دول كتيره. الدول دي مليانه حضارات كلها متاثره بمصر، عشان تبقي عارفه من ضمنها اليونان وروما معروفين في البحر الابيض. طب تفتكر البحر الاحمر كان بعيد عننا؟ لا ما كانش بعيد. طيب تعالى اوريك حاجه ملموسه تقدري تعرفيها، وتعرفي ان احنا في حاجات كتيره جدا عندنا انتوا خدتوها ومع الوقت افتكرتوا انها بتاعتكم. بتتصنع عندكم، انا بروح اشتريها من عندكم، بس مش معنى ذلك ان انتوا اصل هذا التراث فقط، وان انا من حقي انا كمان البسه. رايك تصميم القط او القط او مش عارفه اسمه ايه بصراحه، علموني، انا مش عارفه النطق صحيح، العسيري. مش دي النقوشات اللي عندكم؟ تحب اطلع لك نقشه من على الاثار اللي عندنا؟ في حاجة عندنا مشهورة قوي، ايه هي؟ بوابة القصر الملكي، كان اسمها السرخ، بتبقى مزرقشة ومزينة بالرموز دي كلها. طبعا دي عبارة عن وحدات زخرفية منفصلة، ممكن تاخدي واحدة واحدة وتعملي بيها زواق. بصي تعالى اوريكي ايه الحاجات اللي موجودة عندنا وموجودة عندكم في نفس الوقت. بس يا ترى مين اللي واخد من مين؟ دي موجودة من عصور ما قبل الأسرات، عشان تكوني عارفة الرسمة دي وملونة. تعالى اوريك ملونة ازاي، بس الاول اوريك التشابه. شايفة الشبيكة دي اهي؟ صح؟ صح ولا مش صح؟ ماشي يا حبيبي؟ طيب فالخطوط دي اهي، صح ولا مش صح؟ طيب تعالى اوريكي بقى بالالوان علشان تفهمي انا قصدي. ايه رايك يا قمر؟ ايه رايك يا عسل؟ ايه رايك مين اللي واخد من مين بقى؟ تعالى اوريكي شكل تاني. ايه رايك؟ شايفه الخط ده؟ هو ليه اسم عندكم؟ اهو موجود اهو في مقبره نفر حتب. ايه رايك؟ دي مش هي دي بنفس الالوان ولا لا؟ طب ده احنا عندنا ملون اهو،
انتوا عندكم الاثار دي ملونه فين؟ هاتيلي اقدم اثر عندك ملون بيحمل هذه الرموز بعد اذنك. رايك في الشجره دي؟ مش عارفه هي دي سنبله باين عندكم ولا مش عارفه دي ايه، اهي ماسكينها في المقابر. تعالي بقى اوريكي نفس الشكل ده في تطريز عندنا اسمه التل الاسيوطي. ايه رايك؟ مش ده ودول هما اللي موجودين في النقوشات بتاعتكم؟ ايه رايك؟ مين اقدم من مين؟ احنا عندنا المصانع دي من ايام المصريين القدماء، لدرجه ان اليونان والرومان لما جم انبهروا جدا بالحاجات دي وبداوا يصدروها لكل الامبراطوريه اليونانيه والرومانيه في ذلك الوقت، اللي كان من ضمنها السعوديه واليمن والعراق وفارس وليبيا والسودان، وكل منطقه دول كلها كانت تحت الحكم اليوناني الروماني عشان تكون عارفه. فبالتالي هذه النقوشات كان بيتم صناعتها في مصر ونشرها على المنطقه دي كلها بما فيها شمال افريقيا، تونس والجزائر والمغرب عشان تكوني عارفه، من مصر. عشان كده هتلاحظ عندنا في اماكن للصناعه زي اخميم، اسيوط، بني سويف، قنا، قفط اللي طلع منها كلمه قفطان. يعني اي قفطان حضرتك بتلبسيه دلوقتي هو اسمه قفطان بسبب مدينه عندنا اسمها قفط، فكان بيتم صناعه القفطان فيها ونشرها على مستوى الامبراطوريه اليونانيه وبعدين الرومانيه. ده سبب ان الاثار اللي عندنا توزعت على المنطقه دي كلها قديما. اهي، ايه رأيك؟ شايفة الزخارف؟ شايفة الألوان؟ مش هي نفس القط العصيري بتاعكم ولا مش هي؟ طلعي شكل أوضح. حلو صح؟ دي كلها كانت مرسومة على التوابيت عندنا. طبعا النقوشات دي بتطلع مرة أخرى وبيتم نسبها للبلاد المجاورة. هقول لك مثال بسيط. أنا في واحدة بتابعها حبيبة قلبي إلهام، كانت بتعمل أكل حلو قوي بصراحة وأنا استفدت منها. فالمهم عملت محل للكبسة صح؟ أنا لاحظت إن هي في المحل بتاع الكبسة ده عاملة جنبيها ملوخية مصري. ماشي؟ مع الوقت بعد 100 سنة 1000 سنة كمان هيتم تقديمها في بلدكم على أساس إنها أكل سعودي ولا مصري. فاهمة؟ فدي بقى المشكله اللي انا عايزه اوضحها لك واوضحها للمصريين قبلك، ان مفيش حاجه عندنا ملهاش اصل، كل حاجه عندنا ليها اصل. والاستاذه اللي اعتذرت لازم تعتذر تاني على جهلها بتراثها او ربنا. فعلا فعلا خلي بالك في رسومات كتيره ونقوشات تانية اكتر، بس انا حبيت اوضح لك امثله بسيطه عشان تبقي عارفة أصل الحكاية. وأنا بحب أهل السعودية وبحب كل المناطق المجاورة ليها، سواء اليمن ولا المغرب ولا العراق ولا سوريا ولا تونس ولا بحبهم كلهم. بس معلش يا جماعة، ما فيش حد بيحب حد أكتر من نفسه غير المريض النفسي، دي معروفة، اللي هو بيحس إن هو قليل فبيعلم الناس. فدي حاجة أنا لا أشعر بيها بصراحة بسبب الحضارة المصرية القديمة، إن عندي مخزون تراثي حاليا انتوا بتطلقوا عليه يونسكو. لا، انا مش مستنيه اليونسكو يوثق لي، انا موجوده من قبل اليونسكو.